دراستك كان في عندك اكيد تحديات عم تمرقي فيها، من ضمنها المواصلات، الطريق، الامان، عامل الامان. في شيء خطه لك للمستقبل نويتي فيها بعد حدوث الثوره؟ طبعا اكيد انا ما كنت بحلم اني انا اختص بصراحه بعد تخرجي، كونه نحن الجامعات الخاصه في عنا كثير تحدي كبير انه نختص بسوريا تحديدا، وانا كبنت كثير صعب اني انا اسافر اختص برا. طبعا عندي امل يصير في عنا اختصاصات منيحه بالبلد عدا عن اختصاصات جامعه دمشق، تكون اختصاصات معترف فيها دوليا اكيد. بالنسبه لموضوع العمل الهندسي ان شاء الله مستمره نقابه المهندسين بإدلب لا تبرهن للناس انه نحن على مدى 14 سنه من القصف والدمار والقتل والتشريد نحن كنا صامدين وكوادرنا كلياتها كانت عم تشتغل الحمد لله. ولتاريخ هاي الساعه وللايام اللي جاي ان شاء الله نقابه المهندسين باذن الله تعالى والنقابات ان شاء الله بتستمر بعملها وبنكمل مشروعنا ان شاء الله.